وليه تشتروها من بره ب400 ولا 800 جنيه؟ تعالوا نعملها في البيت الترند الجديد بطريقة سهلة وبسيطة. في حلة ضفت كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، هسيبهم يغلوا الأول. بعد كده هضيف نص عصير ليمونة. بعد ما يغلي لمدة 7 دقايق هضيف عليهم رشة فانيليا واركنها على جنب. هحضر بقى كوبايتين من الحليب، سبتهم يغلوا على النار. وهنا في بولة ضفت 4 صفار بيضة، عليهم نص كوباية من السكر، وادوبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الصفار يتحول لونه ابيض بالشكل ده. بعد كده هضيف 3 معالق كبار من النشا، اللي هي النشا الذرة، واقلبهم لحد ما النشا تختفي تماما. بعد كده يكون الحليب خلاص وصل للغليان وهدي شويه. هبدا احط شويه شويه علشان البيض ما يستويش. بعد كده هضيفهم في حله واقلب باستمرار لحد ما يبدا يتقل معايا قوامه بالشكل ده. خليكي تقلبي باستمرار علشان ما يتكتلش معاكي. خلاص كده القوام بقى مظبوط جدا جدا. هبدا بقى اشيله من على النار واضيف معلقه صغيره من الفانيليا. هبدأ بقى احطها في بولة واغطيه بستريتش راب عشان ما تعملش قشر. ممكن كمان تضيفي مكعب زبدة لو انت حابة. هعمل لكم حشو تاني سريع برضو. كوبايتين من الحليب حطيتهم على النار يغلوا، خدت نص كوباية من الحليب، ضفت عليها 3 معالق من بودرة الكاستر ونص كوباية من السكر، او ممكن تقللي السكر عادي. هقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هضيفهم على الحليب بعد ما يغلي، واقلب برضو باستمرار لحد ما يعمل فقاقيع هبدأ او بابلز كده. هبدأ بقى اشيله من على النار وبرضه احطه في بولة واغطيه برضه بستريتش راب عشان برضه ما يعملش قشرة. وده تاني حشو. الحشو الاسهل ليكي والافضل ليكي اعمليه، الاتنين حلوين. عندك بقى صينية او القوالب اللي هي دي، وعندي هنا سمنة. انا هنا عاملة ميكس بين السمنة البلدي والسمنة العادية او الزبدة، يعني المادة الدهنية دي بتاعتك انتي. بعد كده عندي لفة جلاش ما شاء الله، نوعها حلو جدا. استخدمي نوع يكون كويس. هجيب بقى الصينية وابدأ كده اقص على قد الصينية اللي معايا. بعد كده هبدأ بقى اغطي الجلاش عشان ما ينشفش معايا، لان الجلاش لما بيشم الهواء او بيتعرض لهواء بينشف معاكي. هبدأ بقى ادهن بالسمنة القالب اللي انا هستخدمه دهنة كويسة كده، وابدأ بقى احط 8 طبقات. ادهني بين كل طبقتين مرة، او عايزه تعملي دهنه خفيفه بين كل طبقه والطبقه مفيش مشكله، بس ما تكتريش سمنه قوي او زبده قوي. انا هنا هعمل 8 طبقات في الارضيه كده بالشكل ده كده. بعد ما خلصت ال8 طبقات من تحت هبدا بقى ادهنها وابدا احط الحشو اللي هو كاستر، وده انا مش عايزاه يكون تقيل وهقول لكم ليه في الاخر الفيديو. بعد كده بقى هاخد ورقة من الجلاش وابدأ اكشكشها. فاكرين لما كنا بنكشكش زمان اللي هو الورق عشان نعمله مروحة؟ هي نفس الكشكشة. هنبدأ نكشكشها بالشكل ده كده، ونبدأ بقى نحطها سوا بالطول او بالعرض. ده الحشو التاني. وابدأ برضو اعمل صينية تانية. دي الصينية التانية، واحدة عملتها بالعرض واحدة عملتها بالطول. الاسهل ليكي اعمليه. انا حسيت اللي هي بالعرض ديت ما خدتش وقت زي اللي هي بالطول. هبدأ بقى ادهن وشها كده بالسمنة وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت. بعد كده هرفعها للشوايه تاخد لون ذهبي. اما القالب دوت كشكشته بايديا كده خالص، يعني كان كام ورقه كده وحطيتهم في قالب صغير ودهنتهم بس من فوق، وحطيت طبعا حشو ودخلتها برضو الفرن. بعد ما خرج الجلاش ولونه الذهبي الجميل ده، ضفت بس كام معلقه من الحليب مع معلقه صغيره من السكر، وممكن ما تضيفيش كمان سكر خالص، يدوبك بس بيدي طراوه للجلاش. بعد كده ضفت بقى الشربات اللي احنا عملناه مع بعض، بياخد حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع من الشربات. انا بقى القالب اللي هو الصغير دوت اللي انا حطيته بطريقه عشوائيه خد لون برضو تحفه حلو جدا، وضفت برضو عليه شربات وهغطيهم علشان يطروا شويه. بعد ما يطروا شويه كده هيبقى يعني هو يديك قرمشه، وفي نفس الوقت ما هوش ناشف قوي، يبقى طري كده. بعد كده زينته بفستق، وممكن ما تزينهوش باي حاجه، هو مش محتاج اصلا. بعد كده شايفين بقى دي جميله جدا اللي هي بالكاستر، ودي للناس اللي ما بتحبش تضيف بيض في الحلويات. ودي بقى بالباستري كريم اللي هي الحشو اللي هو كان تقيل شويه، برضو مقرمشه من فوق ومن تحت، برضو طريه حلوه جدا. مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي من جمالها. وده بقى القالب اللي هو اتعمل كده في دقايق، وبالبواقي اللي اتبقت الكام ورقه طالعه تحفه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.